السلام عليكم ورحمة الله. ازاي نوصل للنتيجة دي؟ ان احنا بمجرد ما نكتب التسلسل هنا تعمل اوتو فورمات، وكمان لو اخترنا هنا شرط معين يتلون بالكامل، وده بناء على الداتا اللي احنا خدناها. تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد حسن. النهاردة فيديو جديد عن ازاي نعمل اوتو فورمات، ويلا بينا. اول حاجة هنعملها عشان نعمل اوتو فورمات وكمان نلون الصف لو بناء على شرط معين انت هتحطه. فاحنا هنحدد الجزء اللي احنا عايزين نعمله، هنخش على condition format، بعد كده new rule، بعد كده use a formula، بعد كده هنعلم على المكان اللي احنا هنبدأ بيه، بعد كده هنغير علامة الدولار ساين، بعد كده هندوس فورمات، وهنيجي هنا من fill او من border هنختار outline او outline اللي انت محتاجه. اوكي تعالوا نجرب كده. فعلا اشتغلت معانا. طيب ازاي نخلي الصف يتلون بناء على شرط؟ طب نكتب اسم العميل مثلا، نملى الداتا دي، نخليه احمد، المحافظة القاهرة، بعد كده هنكتب مثلا شركة النسر. هنيجي هنا عند الحساب، هنا هنقول ان لم يتم السداد مثلا، وده مثال طبعا بسيط جدا معانا. هنيجي هنا وهنظل زي ما احنا كنا عاملين، او ايا كان الرينج اللي انت محتاجه. هنيجي عند نيو رول، بعد كده يوز فورمولا، بعد كده هنيجي هنا وهنختار الشرط اللي احنا محتاجين نحقق عليه، وهنيجي هنا وهنغير الدولار ساين، بعد كده بيساوي، وهنكتب الشرط، ولازم يكون طبعا نفس الماتش مع الكلام اللي انت عايزه، وهو لم يتم السداد. تمام كده. بعد كده هنقفل اتنين كوتيشن. بعد كده الفورمات بتاعتنا مثلا نخليها باللون، وهنيجي من فيل هنا ونخليها باللون الاحمر عشان هو مسددش. وزي ما احنا شايفين كده اتغيرت معانا. ونفس الطريقة لو احنا عايزين نغير ونقول ان هو لو تم السداد، نخليها مثلا باللون الاخضر. هنيجي هنا ايكوال، وبعد كده هنغير الدولار ساين، بعد كده هنيجي هنا بيساوي اتنين كوتيشن، وهنكتب مثلا تم السداد، وهنقفل وهنعمل فورمات وهنخليها باللون الاخضر. اوكي، بس احنا كده هنغير الكلمة. لا، كل حاجة اتغيرت. وهكذا لو جينا نجرب وضفنا كل حاجة والعمود وحطينا الداتا، هنلاقي كل حاجة اشتغلت معانا. تابعوا.